ايه المهارات اللي بتميز الناس اللي عندها قدرة عالية على التكيف؟ اول حاجة التكيف المعرفي او الكوجنيتيف ادابتابيليتي، وهو قدرتك على تغيير طريقة تفكيرك واستراتيجياتك العقلية علشان تناسب المواقف الجديدة. ده بيتضمن التفكير النقدي وحل المشكلات. تاني حاجة التكيف العاطفي او الايموشنال ادابتابيليتي، وهو قدرتك على ادارة مشاعرك والحفاظ على موقف ايجابي في وسط التغيير وعدم الوضوح. ده مرتبط بالذكاء العاطفي والصحة النفسية. تالت حاجة التكيف الشخصي او البيرسونال ادابتابيليتي، وهو استعدادك لتغيير سلوكك وطريقتك في العمل بناء على احتياجات الموقف. الاشخاص اللي عندهم المهارة دي بيكونوا منفتحين ومرنين وبيعرفوا يخرجوا بره منطقة الراحة بتاعتهم. 4 التكيف بين الاشخاص او الانتر بيرسونال ادابتابيليتي، وهو قدرتك على التواصل والتعاون والعمل بفاعلية مع مختلف الاشخاص والمجموعات. ده طبعا بيتضمن الاستماع النشط والتعاطف وفهم واحترام وجهات النظر المختلفة. 5 حل المشكلات الابداعي او الكرييتيف بروبلم سولف، وهو قدرتك على التعامل مع التحديات والمشاكل اللي هتقابلك بطرق مبتكرة. الاشخاص اللي عندهم المهارة دي تلاقيهم دايما بيفكروا بره الصندوق ويدوروا ويلاقوا حلول غير تقليدية للتحديات. 6 التعلم الاستباقي او البرو اكتيف ليرنينج، وهو استعدادك انت المستمر لاكتساب معرفة ومهارات جديدة عشان تبقى مواكب لتطورات في مجالك. الاشخاص دي بيدوروا بنشاط على فرص للتعلم سواء من خلال تدريب او تطوير ذاتي. دلوقتي نيجي بقى للسؤال الاهم، ازاي انا كواحد من الناس اقدر احسن قدرتي على التكيف واعرف اتعامل مع التغيرات اللي بتحصل دي؟ في 6 خطوات عملية ممكن تساعدك. اولا خلي عندك العقلية المتطورة او الجروث مايند سيت، ودي اتكلمنا عليها في حلقة لوحدها ممكن ترجع تشوفها. خلي عندك يقين انك دايما قادر على التعلم والتطور، وان التحديات والمشاكل اللي هتقابلك دي فرص عشان تتعلم وتكبر وتتطور. دايما قول لنفسك انا اقدر اتعلم ده بدل ما تقول انا مش بعرف اعمل ده او انا مش بحب ده. 2 خليك فضولي ومنفتح، be curious and open minded. اسأل كتير، اقرا حاجات جديدة، اسمع آراء مختلفة، اسمع بودكاست في موضوع جديد، اتعلم مهارة جديدة زي الطبخ او التصوير، روح مكان عمرك ما رحته، اتكلم مع حد مختلف عنك. كل ما كانت معلوماتك وخبراتك اكتر كل ما كنت افضل في التأقلم والتعامل مع مواقف مختلفة. 3 طور مهاراتك باستمرار، continuously develop your skills. العالم بيتغير والمهارات المطلوبة كمان بتتغير. حاول تتعلم مهارات جديدة سواء شخصية أو تقنية. 4 حاجة خليك مرن في تفكيرك، ما تتمسكش بطريقة واحدة بس في التفكير وطريقة واحدة بس في الحل. حاول تشوف الأمور من زوايا مختلفة وخليك مستعد تغير رأيك لو لقيت طريقة أفضل. 5 اتعلم من تجاربك وتجارب الآخرين. بص على المواقف اللي مريت بيها أو اللي حواليك مروا بيها وتعلم إيه اللي حصل معاهم. اعرف إيه اللي نجح واعرف إيه اللي فشل، واسأل واستفيد من تجارب الناس اللي حواليك. 6 اقبل التغيير. Practice accepting change. التغيير سنة الحياة، حاول تتقبله وما تعتبروش عدو ليك. ركز على ايه اللي تقدر تتحكم فيه وازاي تستفيد من الوضع الجديد. ممكن تجرب تعمل تحدي بسيط لمدة اسبوع يخرجك من منطقة الراحة بتاعتك، زي مثلا تجرب تعمل حاجات بايديك الشمال لو انت ايمن، او العكس. جرب غير روتين الصبح بتاعك او روتين اليوم بتاعك. اي حاجة بسيطة تخليك تتعود على فكرة تغيير الروتين. الخلاصة، القدرة على التكيف مش رفاهية، دي ضرورة علشان نعرف نعيش وننجح في الدنيا اللي بتتغير حوالينا باستمرار. حاول تشتغل على نفسك وتنمي عندك القدرة على التكيف، هتلاقي ان انت بقيت اقدر واقوى على مواجهة اي حاجة بتيجي في طريقك.